لو انت فاتح الفيديو ده دلوقتي غالبا لانك تعبت من انك تشتغل وتصور وتمنتج وتحاول تطلع باحسن حاجة عندك، وفي الاخر تفتح يوتيوب وتلاقي الرقم ثابت زي ما هو، مشاهدات قليلة، تعليقات مفيش، ولا حد حاسس بالمجهود اللي انت بتعمله. الاحساس ده طبعا صعب جدا على كل الناس، مؤلم اكتر ما الناس متخيلة. اصعب حاجة في قلة المشاهدات مش الرقم نفسه، لكن الاسئلة اللي بتجي في دماغك بعديها. هو المحتوى بتاعي وحش؟ انا مش موهوب؟ هو يوتيوب ضدي؟ هو ولا انا بضيع وقتي وخلاص؟ خليني اقول لك حاجة مهمة جدا من البداية. قلة المشاهدات مش معناها انك فاشل، مش معناها انك اقل من غيرك، مش معناها انك لازم توقف. يوتيوب مكان صعب، مش لانه محتاج موهبة بس، لكنه محتاج صبر ونفس طويل وايمان بنفسك قبل اي حاجة. اغلب الناس اللي انت شايفهم دلوقتي ملايين مروا بنفس المرحلة اللي انت فيها، مرحلة انك تكلم نفسك وتقنع نفسك تكمل، وتحاول تلاقي سبب واحد يخليك ما تستسلمش. المشكلة ان محدش بيحب يتكلم عن المرحلة دي. كلنا بنشوف النجاح بس قليل اللي بيحكي عن الوحدة اللي قبلها. خلينا اكون صريح معاك، يوتيوب مش عادل في البداية. مش دايما احسن فيديو هو اللي بينتشر، مش دايما اللي تعب اكتر هو اللي بيتشاف، وده واقع لازم تقبله مش تحرره. بس في نفس الوقت يوتيوب مش اعمى، اي مجهود حقيقة او اي تطور حقيقي، اي شخص بيكمل وبيتعلم من اخطائه لازم يوم بيتشاف. يمكن مش النهاردة، يمكن مش بكرة، بس اكيد في وقت ما. خلينا دلوقتي نشوف الاحصائيات بتاعت القناة بتاعتي واقول لكم ليه قلة المشاهدات فيها. تعالوا كده لو جربنا كده مع بعضنا يا جماعة. تمام. ادي فيديو جايب 26 مشاهدة، تمام، ادي المشاهدات. فيديو 47 مشاهدة، ادي بص كده 30 مشاهدة. بص لو نزلنا تحت كده، ادي 31. في واحد جايب 104. تمام. شوف لو نزلنا تاني، 933. تمام. شايف انت في مشاهدات قليلة وفي اعلى. ادي في فيديو 384. يعني عشان كده بقول لك الاستمرارية برضو اهم حاجة. ثانيا لازم تنزل برضو باستمرار فيديوهات كتير. طبعا انا 26 مشاهدة دي برضو حاجة حلوة بالنسبة لي انا كشخص لسه مبتدئ على اليوتيوب. طبعا احنا القناة دي لسه بادئينها، يعني ما كملتش معانا شهرين. تمام. مشاهدات حلوة يعني، بس ممكن واحد غيري يقول دي مشاهدات قليلة بالنسبة له، وانا بالنسبة لي مشاهدات دي حاليا حلوة بالنسبة لي، عشان ده كله مشاهدات مية مية بالنسبة لي. تعالوا كده نكمل كلامنا. هسألك سؤال دلوقتي، انت بتعمل محتوى ليه؟ لو جوابك الوحيد هو علشان المشاهدات، يبقى طبيعي تحبط بسرعة، لان المشاهدات مش في ايدك. لكن لو بتعمل محتوى لانك بتحب اللي بتتكلم فيه، او عايز تفيد حد، او حتى بتفرغ حاجة جواك، ساعتها قلة المشاهدات هتوجعك بس مش هتكسرك. نصيحة مهمة: ما تربطش قيمتك الشخصية بالارقام. انت مش رقم، انت انسان بتتعلم وبتحاول. خلينا اديك شوية نصائح عملية بس بهدوء من غير ضغط. اول حاجة، طور خطوة خطوة. مش لازم كل فيديو يكون تحفة. اسأل نفسك بعد كل فيديو، ايه احسن حاجة عملتها؟ وايه حاجة واحدة بس اظبطها المرة الجاية؟ واحدة بس مش 10، مش لازم كتير. متستهينش بأي مشاهد. شخص واحد ضغط على الفيديو واختار يسمعك، ده مش حاجة صغيرة، دي ثقة. رابع حاجة، خلي علاقتك بالمحتوى صحيحة. ما تفتحش الإحصائيات كل 5 دقايق، ما قارنش نفسك بناس بدأت قبلك بسنين. خامس حاجة، اسمع لنفسك، ما تحبطش، بس ما تسمعش للإحباط يقودك. في فرق بينك انك تزعل وانك تستسلم. الزعل طبيعي، لكن الاستسلام اختياري. خليني اقول لك جملة يمكن تغير طريقة تفكيرك: الفيديو اللي ما جابش مشاهدات النهاردة ممكن يكون سبب ان حد يكتشف قناتك بعد سنة. يوتيوب مش لحظة، يوتيوب تراكم. كل فيديو انت بتنزله هو طوبة. يمكن طوبة لوحدها ملهاش معنى، بس هي مع الوقت بتبني حاجة كتير. افتكر دايما، مش كل اللي بدأ كمل، ومش كل اللي كمل وصل بسرعة، بس كل اللي وصل كان في يوم مكانك بالظبط. لو انت لسه هنا ولسه بتستمتع ولسه بتفكر تكمل، ده معناه ان جواك حاجة حقيقية، وان متأكد ان اليوم هتفتح فيه اليوتيوب وتلاقي فيديو من فيديوهاتك وصل لناس اكتر. مش لانك كنت محظوظ، لكن لانك ما وقفتش. خد نفس وكمل، ما توقفش عند حاجة.